يا صباح الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد، روتين بقى صباحي، روتين بقى النشاط، والناس اللي مكسله والناس اللي عايزه تتنشط وتتشجع تعالوا بقى شوفوا الروتين الصباحي ده، يعني نشاط نشاط يعني. قبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا والروتين بتاعنا، تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، معايا روتين بقى، يعني الساعة 7 الصبح. مرضتش بقى انام بعد ما مشيت ولادي، طبعا راحوا المدرسة وجهزت لهم حاجتهم، مرضتش بقى انام وقلت اعمل بقى روتين كده تشجيعي، اشجع نفسي واشجعكم معايا، عشان بكسل كده وببقى انام بعد ما يمشوا. فقلت النهارده لا مش هنام، انا خدت قرار خلاص مش هنام انا. في حاجات كده عايزه اعملها، فقلت اعملها بقى وما كسلش وخلاص. اول حاجه كان عندي الاوضه بتاعت ابني محتاجه ان هي تتنضف تنظيفه كويسه، يعني ما كنتش من فتره كده ما كنتش مسحتها وما كنتش شلت الفرش بتاعها ولا اي حاجه. فقلت بقى فرصه النهارده، في الشمس طالعه بقى وحلوه، هطلع بقى الفرش بتاعها وهمسح الاوضه وهظبط كل حاجه زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. اول حاجه دخلت بقى الاوضه، فتحت البلكونه طبعا. الوقت ده كان خلاص، كنا الساعه حوالي 7:15، ولادي كانوا مشيوا، كنت خلاص لبست بقى وصليت وخلاص مش ورايا حاجه يعني. ظبطت كده نفسي الاول، وبعدين قلت بقى اشغل بقى الموبايل كده على الاذكار، اذكار الصباح. انا منزله كده ابلكيشن على على التليفون باذكار الصباح والمساء، يعني بسمعها الصبح وبسمعها بالليل. بردد بقى ورا الشيخ، انا منزلها بصوت الشيخ مشاري راشد، انا بحب صوته جدا، فانا يعني منزله ابلكيشن بصوته، بحب صوته وبحب اسمعه، يعني صوته مميز كده وبالنسبه لي هادي كده وبحب اسمعه. فانا شغلتها كده حطيت الموبايل كده على السرير وشغلت الاذكار وبردد بقى معاها وانا بنضف معاكم زي ما انتم شايفين كده. طلعت بقى الحافظه كده بره، او الفرش اللي في الارضيه طلعتها بره، حطيتها كده على البلكونه تشمس. كنت قبل التصوير شديتها بقى من تحت السراير، علشان هي يعني المفروض ان هي مفروشه تحت السراير، فقبل ما افتح الكاميرا اصلا كنت خليتها كده من تحت السراير من هنا ومن هنا، عشان تبقى سهله وانا بشيلها قدامكم في التصوير. وبدات بقى اشيل بقى الملايات زي ما انتوا شايفين كده. فوانا بشيل الملايات لقيت فلوس تحت المخده. وانا بقى بفرح لما بلاقي فلوس كده، بحس ان انا مرزقه، يعني ايه، لازم لما اكون بنفض او بشيل فرش او اي حاجه او تحت كنبه تحت كرسي انتري تحت اي حاجه لازم الاقي فلوس. سبحان الله، يعني حتى لو جنيه، حتى لو ربع جنيه، حتى لو نص جنيه، بس لازم لما اكون بحرك حاجه كده او بشيل حاجه من مكانها او حاجه لازم بلاقي تحتها اي فلوس فضيه كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا لقيت حوالي 6 جنيه ونص، فركنتهم كده على جنب عبال ما اخلص وارجعهم تاني. هو اكيد ابني اللي حاططهم عشان ده السر بتاعه. وبدأت بقى ان انا انفض كده السرير وانفض برضو الخشب وامسح الخشب كويس عشان التراب والكلام ده. قبل ما احط طبعا الملاية النظيفة علشان ما ارجعش انفض فالملاية تتطرب تاني، فانا بنفض كده الاول علشان كمان انفض المرتبة، وبعد كده ابقى يعني ارجع بقى اركب الملاية يبقى على نظافة. قبل ما اركب الملاية قلت انضف برضو السقف الاول، وبالمقشة برضو بكنس كده السقف، او عشان لو في عنكبوت او في تراب او في اي حاجة تنزل قبل برضو ما افرش الملاية نظيفة وقبل ما انفض المرتبة، عشان تبقى اول مرة يعني، عشان تبقى كده كل حاجة في الأوضة نظيفة زي ما انتوا شايفين معايا كده. خدت بقى السقف كله داير ما يدور كده في الاربع اتجاهات. عملت الاول الجنب اللي هو فوق السرير ده على طول، عبال ما اروح بقى ناحية السرير التاني بقى اعمل الجنب اللي ناحيته. هنفض بقى التراب اللي انا بقى نزلته ده، انا هنفض بقى المرتبة عشان اكيد في تراب وفي حاجات نزلت عليها. وبعد ما انفض هرجع بقى ايه افرش بقى الملاية. جبت بقى الملاية نظيفة، بدأت بقى ان انا افرشها واظبطها بقى كويس. عموما هي الملايات دي نوعها كويس جدا، بتثبت كده على المراتب، مش من النوع اللي هي حد ينام عليها بتتزحلق او الكلام ده، لا بتفضل مفرودة زي ما هي بالظبط وبتفضل ثابتة.
هي تقريبا خامة قطن يعني او حاجة، عشان كده بتفضل ثابتة كده وماسكة في المرتبة، ما بتتزحلقش ولا اي حاجة. ظبطت كده الملاية من كل الاتجاهات. ده بقول لكم ان انا كده خلصت السرير ده وخلاص. برضو ركبت الكيس بتاع المخدة وكده السرير ده خلص، اتمسح واتنضف، والسقف اتنضف برضو فوق السرير، والسرير اتنضف والمرتبة وكل الكلام ده. ورجعت حطيت تاني الملاية. جيت برضو على السرير التاني، لميت بقى الكتب والحاجات اللي هي محطوطة مكان الولاد ما كانوا بيظبطوا حاجتهم الصبح، والموبايلات بتاعتهم وكل حاجة شلتها وحطيتها هناك على المخدة كده على بال ما اخلص، وبعدين برجع كل حاجة مكانها تاني. نفس الكلام زي ما عملت في السرير الاولاني هعمل في السرير التاني، هشيل برضو كل حاجة. انا الناحية دي بقى ما لقيتش فلوس، انا لقيت سلاسل وخواتم. بتوع بنتي برضو كانت حطاهم، معرفش ليه، تقريبا كانت جايه من الدرس وقلعتهم وسابتهم. لقيت خاتم وسلسله وايه تاني وربع جنيه. وفي برضو فلوس يعني. وبرضو نفس الكلام، مسحت السرير التاني وبرضو نفضته كويس ومسحته علشان يفضل يلمع كده ويفضل نضيف زي ما انتوا شايفين. وبرضو بدخل في الزوايا كده اللي هي في البرواز بتاع السرير، عشان بيبقى ساعات فيها تراب وصعب الواحد يوصله يعني. وبرضو خدت السقف نفس الكلام برضو من فوق السرير قبل ما انفض المرتبة وافرش الملاية النظيفة. هنفض بقى نفس الكلام وارجع افرش بقى الملاية تاني نظيفة زي السرير الاولاني بالظبط. دلوقتي بقى احنا كنا بدري وفاتحة الشبابيك وفاتحة البلكونات وفاتحة باب الشقة وكل حاجة، يعني ايه الجو بقى مرتب كده وجميل يعني. ما بحضرش انا غالبا، انا ما بحضرش الاجواء دي بتاعه الصبح دي، لان ببقى روق البيت كده على السرير وبروح انام بقى لحد الولاد ما بيجوا. فما بحضرش انا الاجواء بتاعه الصبح دي. بفتح بقى البلكونه فشايفه النصر حكايه، فبالنسبه لي الموضوع حلو يعني. حاسه ان في نشاط كده وفي طاقه وفي طاقه ايجابيه كده في الموضوع. حاسه ان انا متنشطه كده ويعني مش عايزه ابطل شغل، مش عايزه اكسل يعني، عايزه افضل كده. طول ما انا شغاله كده او ايدي في الحاجه حاسه ان انا نشيطه ومش عايزه. لكن بس لو قعدت او او مسكت الموبايل كده وقعدت لو دقيقه واحده هكسل بقى خلاص. فعشان كده مش راضي اركز خالص مع الموبايل. شغلته بقى بعد ما الاذكار خلصت خلاص، شغلته بقى على اي حاجه تانية تسليني وشغاله زي ما انتوا شايفين. برضو نضفت الباب من بره ومن جوه كده، كنسته نفضته بالمقشه او كنسته بالمقشه، ورجعت تاني هكنس بقى الاوضه، وبالمره كمان نفضت المروحه. انا لما بحب انضف بقى تنظيفه عميقه زي كده ما بحبش اعمل الشقه كلها مره واحده، بحس الموضوع بيبقى مفزع كده وفوضى. لكن كده بعمل شغل البيت العادي، ومع مثلا بعمل زياده كده بعمل اوضه ان انا امسحها وانضفها كويس وكده. لكن مع الشقه كلها مره واحده كده بحس ان الدنيا مدربكه وقلق وكده، ما بحبش بقى الكلام ده. جبت بقى كنست برضو من ورا السراير وكل الكلام ده عشان تبقى مفيش تراب خالص، تبقى الدنيا نظيفه. هنا بقى جبت ميه وحطيت فيها شويه من المعطر وشويه من المسحوق، وبدات بقى ان انا ارشها. ما حبيتش ان انا اكتر ميه عشان انا عايزه امسح كده بس على الناشف يعني، مجرد ان انا لمع الارضيه عشان لو في تراب ناعم او في حاجه ما طلعتش وانا بكنس تطلع وانا بمسح. زي ما انتوا شايفين كده جبت بقى المساحه وبدات ان انا المع بقى الارضيه كده او المع السيراميك زي ما انتوا شايفين بالمعطر وبالمسحوق وشويه ميه وبس كده يعني. ريحه الاوضه كانت تجنن، عشان كده ما رشتش فيها اي معطر تاني ولا اي حاجه، لان الميه اللي انا مسحت فيها بيها فيها معطر، فالاوضه كلها متعطره وريحتها تحفه. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش اي وقت غير بقى ما كوب ميه والكلام ده بقى لو انا هعمل الشقه كلها، علشان بتبقى الميه تمشي على الصاله كده والكلام ده. لكن هنا مش عايزه ابهدل الدنيا، عايزه اتعامل على قد الاوضه اللي انا فيها وبس كده.
والمساحة دي بتريحني كده عشان بتدخل في كل مكان، يعني ادخلها تحت السرير او ورا البيبان او اي حاجة، اي زاوية بتتعامل يعني، ما فيش مشاكل. هنا بقى هفك البتاعة دي، مش فاكرة اسمها ايه. انا فكيت المساحة، طلعت بقى الفرشة بتاعتها كده، شطفتها ورجعت ركبتها تاني، علشان بقى ايه ان انا اشطف بقى او المع بقى التلميعة الاخيرة، عشان ما يبقاش السيراميك مغير او مش بيلمع او كده. غسلتها وشطفتها ورجعت ركبتها تاني. بعيد بقى تاني علشان ادي بقى التلميعة الاخيرة، وكده الاوضة بقى معايا زي الفل، يعني النظافة باينة فيها اصلا يعني. هسيب بقى الأوضة على كده، هسيبها شوية بقى تنشف. شغلت بقى فيها المروحة وسبتها تنشف شوية، وهدخل بقى على المطبخ. زي ما انتوا شايفين لميت كل المواعين دي في المطبخ انا كنت منضفاه معاكم يعني الروتين اللي قبل ده على طول، اللي ما شافوش يدخلوا يشوفوا لو عايزين. فالمطبخ ما فيش فيه حاجات كتير متبهدله، هي مجرد بس شويه مواعين كده، مكان فطار الولاد الصبح، وكان في شويه مواعين بسيطه كده من بالليل. يعني كان ابني يعني كل متاخر وكده، وكنت حضرت له اكل وما كنتش غسلت المواعين. لكن انا في الطبيعي من بعد المغرب كده، من بعد العشاء، بغسل كل المواعين وبخلي المطبخ نضيف. لو استعملنا بقى حاجه تاني بالليل ما بغسلهاش، بسيبها للصبح، تبقى حاجات خفيفه يعني عموما. هنا بقى بدات ان انا شويه المواعين اللي كانوا عندي في الحوض بدات ان انا اغسلهم عبال ما الاوضه تنشف، عشان ارجع بقى انفض الفرش بتاع الاوضه وافرشه فيها تاني. وقلت فرصه كمان ان الفرش يعني ينشف ايه، آه، يتهوى شويه في الشمس وفي الهواء يعني بتاع الصبح ده، يتشمس قصدي. هي المواعين مش كتير، شويه اطباق وكوبايات وحاجات كلها بسيطه يعني. وبعد ما خلصت المواعين رجعت برضو تاني للأوضة، كانت الأوضة بقى خلاص نشفت واتهوت وكله تمام، وكانت الفرشة بتاعتي اتشمست وكل حاجة واتهوت وكله تمام. نفضتها بقى كويس برا، وجيت عشان ايه افرش، يعني ارجع كل حاجة مكانها تاني. هنا بقى فرشت الحافظة، فانتوا زي ما انتوا ملاحظين كده هي كبيرة على المكان، فانا برفع بقى السرير زي ما انتوا شايفين كده، وبدخلها من تحته من ناحيتين من كل الاتجاهات، يعني عشان تبقى ثابتة. عشان الولاد بيبقوا يقعدوا على الارض كده بيذاكروا هنا، او كل بهدلتهم عموما تبقى في الاوضه دي، فعشان حافظه ما تتلمش كده ويبقى شكلها مش حلو. خلصت بقى الحافظه، وكمان روقت الصاله وروقت الاوضه بتاعتي كله، نظفت الشقه كلها. اخر حاجه بقى كانت السلم كان عايز يعني يتمسح من يومين 3، وكان بقى عشان الجو كان مغير وكده، فانا كنت مأجله، قلت يعني ربما الجو يمطر ويرجع السلم يتبهدل تاني، خليني كده على ما الجو يستقر وبعدين ابقى انضفه. حطيت برضو مسحوق وحطيت معطر وحطيت شوية مية كده حلوين، ورشيت بقى على السلم كله مية بصابون بقى بمعطر بالكلام ده. زي ما انتوا شايفين العباية بتاعتي اتبهدلت. هي العباية اتبهدلت عشان مش عارفة اشمر بقى وارفع العباية وكده عشان التصوير، لكن طبعا لو انا مش بصور اكيد يعني الوضع كان هيختلف عن كده. بالمقشة بقى الحلوة بتاعتي، ونزلت بقى ايه غسل كده في السلم من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين معايا. والمقشة عموما بتبقى اسهل حاجة في الحاجات اللي زي دي، عشان كده على الواقف على طول وبعرف اتحكم فيها. ولو لقيت بقى السلم فيه حتة مش نظيفة او الرخام عليه حتة مش نظيفة، بدعكها كده بالمقشة بتنضف في ثانية. وخدت السلم بقى من فوق لتحت. خلصت اول قلبة، ودي تاني قلبة اللي هي يعني منزلاني كده على المدخل بقى بالبوابة بالكلام ده، بس انا يعني انا اكتفيت معاكم لحد هنا يعني، عشان ما اطولش بقى وقت الفيديو اكتر من كده، وعشان برضه اتعامل براحتي، لان المدخل بقى كان مليان مية.
كده خلاص. دي اول غسلة اللي هي بالمية والصابون والمعطر. هرجع بقى تاني اجيب مية نظيفة وارجع تاني اشطف السلم برضو من فوق لتحت. العباية حالتها صعبة. كده انا جبت خلاص مية نظيفة، وهبدأ بقى ان انا كده اشطف السلم برضو علشان بواقي الصابون تنزل، وسايبه المدخل نفسه لاخر حاجة على ما كل المية دي تنزل فيه، عشان لما بقى انزل بقى اعمله يبقى مرة واحدة. هنا كنت بكلم ماما، يعني كانت تحت وبتكلمني مش عارفة في ايه. بالمساحة بقى، وهبدأ انزل بقى المية الزيادة دي كلها على تحت كده زي ما انتوا شايفين. احسن حاجة بقى ان الواحد وهو بيغسل السلم ده يكب مية بقى ويبهدل كده يعني مش ما يمسحش على الناشف كده زي ما انا كنت بمسح في الاوضه عشان مش عايزه ابهدل باقي الشقه. لكن هنا المكان بقى مفتوح قدامي كده كده، الميه في الاخر هنزلها من البوابه على الشارع على طول، يعني بلبطه كده واحنا لسه الصبح وميه وكده، يعني بتدي الواحد نشاط زياده او بتفوقه بمعنى اصح. خلصت برضو السلم، خدته لحد تحت بقى بالمساحة، ورجعت تاني جبت بقى المساحة التانية دي عشان انشف بيها بقى المية اللي ايه، يعني ادي التلميعة الاخيرة بقى ان هو ما يبقاش ولا نقطة مية على السلم. كل ده انا ما جيتش ناحية المدخل، انا قلت اعمل السلم الاول والمدخل ده انزله بقى مرة واحدة، اسحب بقى المية اللي فيه كلها على بره على طول، وبعدين اشطفه ولا لمعه برضو بنفس المساحة دي. كده زي ما انتوا شايفين معايا. عايزه اقولكوا ده اليوم الوحيد اللي انا ما نمتش فيه بعد ما الولاد راحوا المدرسه، يعني حتى بعد ما خلصت الروتين ده كان هما خلاص على وصول. فما نمتش لحد دلوقتي، لحد ما بسجل لكم صوت على الفيديو انا ما نمتش. يعني ده اليوم الوحيد اللي عدى من غير ما انام فيه بالنهار من ساعه ما المدارس خلاص فتحت يعني. خلصت بقى السلم، طبعا عملت بقى المدخل مع نفسي كده علشان ابقى يعني المدخل فيه ميه كتير وفيه بهدله، فانا عشان اعرف اتعامل. خلصت بقى المدخل بتاع البيت والسلم برضو اللي في الشارع وكده، وطلعت بقى غسلت هدوم، الملايات اللي احنا لميناها بقى بتاعت السرير مع كام غيار بقى بتوع الولاد، قلت بالمرة علشان ما يبقاش في غسيل، بما ان كده كده هغسل فهغسل كله بقى. غسلت بقى